السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هنعمل الكرواسون بطريقة سهلة جدا، مقادير اقتصادية أو مولتو المحلات. طبعا دي غير الطريقة الأصلية، وبس طريقة جميلة جدا هتعجبكم. مورق مش هياخد كمية الزبدة اللي بيحتاجها الكرواسون الأصلي. طبعا الطريقة دي غير الفيديو اللي موجود على القناة. أنا عاملة مولتو المحلات بطريقة تانية برضك. الطريقة اللي تعجبك تقدري تعمليها. زي ما تعودنا قبل ما نبدأ أي حاجة نصلي على أفضل خير خلق الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. معايا معلقة كبيرة خميرة، حطيت عليها مج كبير من مج المية، وحطيت عليها 4 معالق ممليين سكر، وهبدأ أقلبها كويس جدا. وبعد كده هنزل بالدقيق تدريجيا. نزلت بتاع 10 معالق دقيق ممليين من معلقة الأكل اللي في إيدي دي، وهبدأ أعمل عجينة زي عجينة الزلابية. اول ما هلاقي العجينه معايا تقلت هبدا ازود مج تاني، يبقى هستخدم كده في البوله قدامكم مجين. هبدا انا كده حطيت مج، وهبدا انزل بالدقيق تدريجيا وهقلبه. طبعا انا مقلبه السكر مع الخميره مع المج الاولاني ابدا قبل ما انزل بالدقيق. هنا جبت المج التاني لقيت العجينه تقيله، فجبت المج التاني خدت منه نص، يبقى انا كده خدت مجين ونص من المج بتاع الميه ده. طبعا لاول مره يشوفني انا من زهران، ودي قناتي. يا ريت لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشيروه لكل اصحابكم عشان يستفادوا. هنا معايا كيلو دقيق متعدد استخدامات منخول، وحط عليه رشه ملح. يعني رشه الملح عباره عن ايه؟ معلقه ربع معلقه صغنطوطه ملح. طبعا الكيلو دقيق دوت بما فيه ال10 معالق دقيق اللي انا استخدمتهم في الاول، وعملت منهم اللي هي العجينه الخفيفه اللي هي زي الزلابيه دي. طبعا العجينه دي ثابته في كل انواع المعجنات، اللي هي الطريقه اللي انا عاملاها في الاول، اللي انا باخد حبه دقيق واعملهم زي الزلابيه كده، بشغلهم بدهم مطه لغايه ما اشغل الجلوتين، وبعد كده ابدا اضيف الدقيق. طبعا ده بيساعدني العجينه تبقى فيها جلوتين، وتبقى العجينه فيها مطه، والعجينه شغاله وتبقى هشه معايا. هنا بحاول اعير لكم الزبده عشان اللي ما عندوش ميزان. الزبده دي كانت حوالي 100 جرام زبده، عباره عن 3 معالق زبده من معلقه الاكل دي. هبدأ انزل بالزبدة زي ما انتوا شايفين كده. هنا بحاول ان انا اعمل لكم قد ايه 3 معالق ممليين زبدة. هبدأ انزل بيهم. وهنا العجينة مش مستخدمة زيت معايا، انا مستخدمة زبدة. ده يخلي العجينة فيها طعم رائع. تاني حاجة هتبقى مورقة. هنا هنزل ببقية النص المج التاني، يبقى انا كده هلمي العجينة كلها. هتتلمي معايا بمجين مية زائد معلقتين كمان. هنا نزلت بكده خلاص، استخدمت المجين الميه، وابدا الم العجينه. طبعا وانا بلمها احس لا العجينه ناشفه معايا محتاجه ميه، فهملي نص مج كمان اللي هو معايا ده، وهبدا انزل بمعلقتين ميه. لو وصلت لغايه هنا ما تنسيش تعملي ايه؟ لايك للفيديو. جزاكم الله خيرا كل اللي دخل طبعا جديد معايا، مشتركين جديد طبعا بشكركم جدا جدا، واتشرفت بانضمامكم في قناتي، واتشرفت طبعا بتفاعلكم معايا. جزاكم الله خيرا. يا رب اكون كل حاجه بعملها تكون نالت اعجابكم. هنا العجينه بدات اشغلها على الرخامه، لا لقيتها تقيله، العجينه محتاجه ميه كمان. بدات اخد بايديا كده، حوالي خدت يعني النقط دي عباره عن مثلا معلقتين ميه. قبل العجينه عشان توصل للقوام المظبوط ده خدت قد ايه ميه؟ خدت مجين ميه وربع من المج اللي قدامكم ده. طبعا العجينه دي هنا هبدا ادخل، خلاص العجينه اشتغلت واتظبطت معايا، هبدا ادخل كمان معلقه زبده، يبقى العجينه كلها خدت 4 معالق زبده، 3 في الاول ومعلقه اخيره ضفتها لما العجينه اتظبطت معايا كده. هنا هتشوفي العجينه هتبدا تقطع من كل ناحيه عشان معلقه الزبده اللي انا دخلتها دي، ولا يهمك جدا. هتبداي تعجني لغايه ما تلم تاني معاكي. هنا اتاكدت العجينه مظبوطه وخلاص هبدا اخمرها. اتاكد ازاي يا امان؟ لازم تعمل معاكي كده، لازم العجينه تبقى عامله زي المنديل، تشدي تدي معاكي مطه كده. الجلوتين يشتغل معايا، وكده العجينه مظبوطه تماما. كده العجينه مظبوطه تماما. طبعا اللي مش عايز تستخدم الزبده، عنده فيديو مولتو المحلات على القناه بتاعتي، من عاملاه كله بنص على الكيلو دي نص كوبايه زيت، وطالع رائع وهاشش وطعمه جميل جدا. بس الطريقه دي للي عايز ياكل كرواسون مورق من جوه.
طبعا مش ده زي ما قلت الكرواسون الاصلي. هنا وريتكم قد ايه العجينه مظبوطه، صوابعي بتعلم فيها. خلاص العجينه معايا طريه بس مش بتلزق، يعني العجينه متماسكه عن عجينه العيش الفينو والكايزر، طريه بس مش سايبه، يعني مش قصدي مش بتلزق، متماسكه لحد ما، عشان لسه هدخل فيها زبده فاعرف اللي انفذها، والعجينه لسه هتطرى معايا. هبدا اقطعها كرات كده، هفرد الكوره على شكل قرصه كده، اطلع منها الهواء وببدا اعملها كور. بحاول الكوره كلها تبقى حجم قد بعضها، لان زي ما انت عارفه هبدا افردها على شكل رغيفه عيش، فمش عايزه يبقى حجم كبير وحجم صغنطوط. حاولي بعينيكي تخلي كله قد بعض. عملت الكيلو دقيق عباره عن كام كوره؟ حوالي 27 كوره او 28. جه معاكي 27، اهم حاجه ما يكونش اقل من 27 ولا ازيد من 28. هتبداي تعملي كده الكور. هحط رشه دقيق على الرخامه وهبدا افرد. طبعا انا بعد ما حطيت رشه دقيق بدات الم الدقيق تاني عشان مش عايزه كميه دقيق كتيره، وهبدا افرد العجينه على شكل رغيفه عيش. طبعا بعد ما افرد حوالي 10 كور هبدا، او الكميه الكور اللي انا هستخدمها حسب بقى حجم الرخامه عندك هتساعدك تفردي قد ايه. انا فردت نص الكوره اللي انا هستخدمها حوالي 14 كوره او 13 كوره. هبدا استخدم اول رغيف انا فردته، يعني مفرد كده كله بقى وحطه حواليا. هبدا استخدم اول رغيف انا فردته، هو دوت هبدا استخدمه كده خلاص يكون ارتاح. وابدا اللي انا اول رغيف استخدمته هبدا ادهنه بالزبده. انا معايا قد ايه زبده اللي هوبق بيها؟ معايا ربع كيلو زبده. هبدا اخد ربع كيلو زبده اسيحهم عشان ما اخدش كميه زبده كتير. احنا قايلين هنعمله موبق بس برضك اقتصادي، يعني مش عايزه كميه زبده كتير. طبعا عجينه الكرواسون الاصلي هتاخد زبده في العجينه اصلا وانت بتعجنيها، هتاخد حوالي على كيلو دقيق هياخد 200 جرام زبده وانت بتعجنيها في الاول، غير اللي انت هتاخدي حوالي من 700 ل 800 من 700 ل 800 جرام زبده في التوريق واحنا بنتني ونفرد العجينه. طبعا اللي عايز العجينه الاصليه الطريقه الاصليه للكرواسون يبعت لي وانا اعملها معاكم. بس انا دايما بحاول في القناه بتاعتي اقدم كل حاجه سهله وكل حاجه اقتصاديه متوفره للناس في ظل ارتفاع الاسعار. ربنا يا رب يعني يرفع عننا الغلاء والوباء، اللهم امين. هبدا زي ما انتم شايفين كده، ابدا اعمل اللي في رغيف. هنا رغيف جاي معوج، ان هنا رغيف جاي اصغر سنه من اللي تحت، ولا هتفرق معاكي. كل ده هنظبطه واحنا بنفرد في الاخر. هبدا خلاص عملت الطبقات، ابدا انقلها كده في الصينيه، واحاول وانا بنقلها اظبط طبقاتي. انا طبعا زي ما انتم شايفين معظم الطبقات قد بعضها. هبدأ اللي انا ادهن كده وابدأ اشيلها كده على جنب. عملت حوالي 13 طبقة اللي هما دمت. هبدأ ادخلها الفريزر واسيبها قيمة ساعة او ساعتين او 3 لما العجينة تتماسك معايا. هنا هبدأ ارش رشة، هنا دي بعد ما طلعت من الفريزر هبدأ ارش رشة فريزر او تلاجة، يعني او انا حطيتها في الفريزر حوالي يا جماعة فريزر التلاجة حوالي ساعة معايا، وبعد كده بدأت أرش وأطلعها. هنا كان يبان الأول الطبقات مش قد بعضها، خلاص هنا بدأت مظبوطة. بدأت أرش الدقيق تحت في الأرضية وبدأت أفرد الأول بإيديا، أتك بإيديا عشان أطري العجينة وأخليها معايا لينة أقدر أفردها. وبعد كده ببدأ اميلها يمين وشمال، ووش رشه دقيق بسيطه خالص من فوق وعلى النشابه عشان ما تلزقش معايا. وببدا افرد من جوه لبره، باخد من جوه لبره. هتفرديها على شكل رغيف عيش كبير جدا طبعا حسب حجم الرخامه. طبعا لو الرخامه بتاعتي كانت اكبر من كده كانت هتفرد معايا، يعني هتساعدني ان انا يبقى شغلي مرتاح شويه. طبعا تعبت وانا بفرد لان الرخامه صنطوطه وانا بحاول اعملها. طبعا الطبقات زي ما انتم شايفين داخله ببعضها اهو، اللي كان مش قد بعض دخل في بعضه. ببدا ان انا اخد من جوه لبره وافردها على شكل رغيف عيش. دي اسهل طريقه معاكي غير الطريقه الاصليه تعمليها بابعاد ومسطره وعايزه يعني حبه حاجات كده. طبعا احنا كستات بيوت يعني بنكسل، فانا بعمل معاكم اسهل حاجه. طبعا اللي عايز الطريقه الاصليه ابعتله وان شاء الله اعملها معاكم. خلاص فردتها على شكل رغيف عيش. السمك اللي انتوا شايفينه ده مش تخين ولا رفيع، وابدا اعملها شكل مثلثات بعناية كده. هبدا اعمل كده
واعمل من تحت لفوق او من فوق لتحت. ابجاه واحده تخينه ببدا اقسمها نصين كده وببدا اعملها بقطعه البيتزا. انا بقول لكم لا اما بجيبها من فوق او من تحت، انا لا جبتها من فوق وببدا اعملها زي ما انتم شايفين. يا رب كل حاجه تكون باينه معاكم وتكون واضحه. السمك زي ما انتم عارفين وشايفينه رقيق لان لسه هلفها فهتدي طبقات. طبعا الكروسو المفروض بيخش الفرن على درجة حرارة 200 220 حسب الفرن بتاعك، وبعد كده بعد حوالي 5 دقايق بنزل الحرارة ل190 عشان يستوي حلو والطبقات بتاعتك تورق. طبعا دي اللي فرنه مظبوط حلو قوي هيطلع معاه ما شاء الله كروسو مورق وجميل. طبعا اوعي تعملي معايا تبداي تشتغلي. طبعا هنا ببدا انفض الدقيق اللي انا عاملاه في القبضيه. هنا معايا شوكولاته اي نوع شوكولاته انت بتحبيه، يعني الشوكولاته اللي انت بتحبيها تقدري تحشي بيها سما، اي نوع شوكولاته طعمها حلو تقدري تحشي بيها. دي شوكولاته جايباها من محل الحلويات. ببدا اللي انا اقطعها مكعبات صغنطوطه على قد الحشو وابدا الفها شكل كرواسون كده. طبعا ما عندكيش شوكولاته من دي ممكن وعندك شوكولاته شيبس ممكن تحطيها اللي هي بتبقى عامله زي الخبز دي، تقدري تحطيها. طبعا انا باخد قطعه الشوكولاته اللي هي عاملاها شكل مكعبات وببدا الف زي ما انتم شايفين كده من تحت لفوق عشان يديني الشكل بتاع الكرواسون. طبعا بتنفضي دي اللي على الرخامه وانتي شغاله عشان ما يعملش عازل ويخلي الكرواسون مورق معاكي. هنا ببدأ احط قطعه شوكولاته طبعا عاملاها معاكم كذا واحده عشان تشوفوا التكنيك ايه. طبعا طريقه سهله جدا جدا غير الطريقه الاصليه. كميه الزبده قليله زي ما احنا قلنا. طعمها حلو مورقه هنا كده قبل ما يخمر. هبدا احط طبعا اللي في النص دوت اللي انا بشوف عليه بصباعي ده الطراطيف بتاعه العجينه. بدات احطها في النص كده واعملها اي شكل كده. هنا قبل ما ادخله الفرن هدهنه مش عندي زي تحطي صفار بيض ده بيرجع لك انتي، لبن مدوباه بمعلقه سكر برضك بيرجع لك انتي. انا رشيت ميه بسكر، انا قلنا عايزينها اقتصاديه. طبعا انا هنا بوريها لكم بعد بالظبط ساعتين من عمايلة. يعني انا عملتها وبعدين خرجت، وطبعا اول ما طلعت من الفرن المفروض ان انا اغطيها شويه تهدى. بعد كده قمت انا يعني قلت لبنتي اغطيها. طبعا بنتي ما شاء الله يعني زي ما انتوا حلولاتكم بتسمع ولا كانها سمع عادي، ده الطبيعي عندنا خالص في بيوتنا. او تقول لك انا نسيت ما فيش مشكله. طبعا دي بعد 2.5 او 3 ساعات انا خرجت وجيت لقيتها زي ما هي مغططاش بس كانت ما شاء الله طريه زي ما انتوا شايفين كده. مورقه بفضل الله، طعمها حلو جدا، الشوكولاته سايحه فيها. حلوه قوي للمدارس. شفتوا التوريقه من جوه عامله ازاي؟ تحسي من فوق بتكسريها كده عامله توريقه معاكي. يا رب لو الفيديو عجبكم تنسوش تعملوا لايك للفيديو. وطبعا بيساعدني قوي تفاعلكم معايا في اللايكات في الكومنتات. هنا زي ما انتوا شايفين طبعا بقطع كذا واحده عشان اوريكم قد ايه الطبقات من جوه عامله ازاي. حلوه جدا ومقدرة اقتصاديه. وفي طبعا اللي انا عاملاها عاديه عادي.